لم يعد التعاون العسكري بين واشنطن والرباط يقرأ بوصفه شراكة دفاعية مستقرة بين بلدين، بل بات يفهم على أنه مسار تصاعدي طويل المدى. فالتوقيع على خارطة طريق دفاعية جديدة ل10 سنوات، مع تركيز واضح على الصناعة الدفاعية والأمن السيبراني والتشغيل البيني، دفع كثيرين في إسبانيا إلى التساؤل: هل تبني واشنطن مع الرباط موقعا عسكريا أكثر تقدما في غرب المتوسط؟ ما تقوله الصحافة الإسبانية مهم هنا، لأنها لا تتحدث بصوت واحد. الإعلام المتخصص يتعامل مع الاتفاق كتحول استراتيجي جدي يرفع مكانة المغرب داخل الحسابات الدفاعية الأمريكية، بينما تذهب منابر أخرى إلى لغة أكثر حدة، فتربط هذا التقدم العسكري بما تعتبره إعادة ترتيب لموازين القوى على الضفة الجنوبية. اللافت في المتابعة الإسبانية هنا هو درجة الاندماج العملياتي التي يجري بناؤها بين الجيشين المغربي والأمريكي. لذلك حظي الحديث عن دمج نظام لينك 16 خلال فعاليات مرتبطة بالأسد الأفريقي حظي باهتمام خاص، لأن الأمر هنا يتعلق بلغة عسكرية مشتركة تسمح بتبادل البيانات والتنسيق. هذا التوجس لا يبدأ من اتفاق أبريل 2026 لوحده، فداخل الرأي العام الإسباني ما زال المغرب ينظر إليه باعتباره التهديد الخارجي الأول لإسبانيا بحسب نتائج المعهد الملكي التي أبرزت استمرار هذا التصور. لذلك كل خطوة تقرب الرباط أكثر من واشنطن تقرأ في إسبانيا على خلفية نفسية واستراتيجية جاهزة سلفا. إذن ازدادت حساسية المشهد حين رفضت إسبانيا في مارس 2026 تقديم دعم عسكري مباشر للولايات المتحدة في الحرب مع إيران انطلاقا من قواعدها، وهو موقف فتح نقاشا واسعا داخل الإعلام الإسباني حول مدى انسجام مدريد مع أولويات واشنطن الأمنية. إسبانيا إذن باتت تتابع تعاظم القدرات العسكرية المغربية بعين قلقة، لكنها في الوقت نفسه لا تتصرف على أساس أن الرباط خصم مباشر، بل تواصل التعاون معها في ملفات أمنية وبحرية حساسة. ما يقلق جزءا من الإعلام والرأي العام في إسبانيا هو احتمال أن يتحول الخصم التاريخي إلى الشريك العسكري الأكثر وثوقا لدى الولايات المتحدة في الضفة الجنوبية للمتوسط. وحين تجتمع خارطة طريق ل10 سنوات ومناورة كبرى وقدرة اتصال متقدمة وصورة مغرب أكثر اندماجا في البنية العسكرية الغربية، يصبح السؤال الإسباني هنا: هل أمامنا حليف لواشنطن يتعزز فقط، أم منصة استراتيجية جديدة تعاد عبرها صياغة التوازنات في غرب المتوسط؟ إذا لي نقاش وتعليق حول هذا الموضوع. نرحب الآن بضيفنا مباشرة من فانكوفر الكندية، نرحب بالسيد هشام معتضد الخبير الاستراتيجي في الشؤون السياسية. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذا في البداية، حسب اعتقادك لماذا قد تنزعج إسبانيا، أو لماذا قد ينزعج الإعلام الإسباني بالتحديد من التقارب العسكري والاستراتيجي بين واشنطن والرباط في الفترة الأخيرة هنا؟ أن هذا الانزعاج أو القراءة الإسبانية لا ترتكز فقط على المغرب كتهديد مباشر، بل على احتمال تحوله إلى نقطة ارتكاز متقدمة داخل المنظومة الأمريكية، وهذا ما يقلق العقل العسكري والاستراتيجي الإسباني. ثم إن هذا التحول يعني عمليا أن جزءا من الثقل الاستراتيجي في غرب المتوسط قد يعاد توزيعه جنوبا، وهنا ما يدفع العديد من الاستراتيجيين والمسؤولين العسكريين وعلى الأمن الإسباني يطرحون هذا السؤال: هل تفقد مدريد وزنها الاستراتيجي داخل المنظومة الدفاعية الدولية لواشنطن وبالتالي على حساب الرباط، وبالتالي فالمحور يتحول من مدريد إلى الرباط فيما يخص التوازنات العسكرية في المنطقة. وبالتالي القلق الحقيقي هنا في مدريد هو قلق من فقدان الامتياز الجغرافي الاستراتيجي وليس في مواجهة عسكرية كما يشار إلى ذلك في العديد من المواقع الإعلامية والإخبارية. ومن منظور أعمق أعتقد بأن إسبانيا كانت تاريخيا تعتبر نفسها البوابة الجنوبية لأوروبا في المتوسط، والآن نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على توزيع هذا الثقل الجغرافي أو الاستراتيجي العسكري في المنطقة لحساب الرباط، كما أن أي إعادة توزيع لهذا الدور تمس بشكل مباشر تصوراتها التقليدية للأمن الإقليمي، وهذا ما يزعج العديد من المسؤولين في إسبانيا. وأعتقد بأن ما يثير الانتباه ليس التسلح بل تغيير هندسة المكانة داخل المتوسط، وهذا ما لا يريده الإسبان، أو على الأقل لا تريده الآلة العسكرية الإسبانية إلى حدود الساعة.
نحن نعلم جيدا أن في الفترة الأخيرة العلاقة بين إسبانيا والولايات المتحدة متوترة، يمكن أن نصفها بالمتوترة بعض الشيء، خاصة مع الموقف الإسباني فيما يتعلق بالحرب الأمريكية مع إيران هنا. فهل هناك إمكانية لأن تتخذ الولايات المتحدة خطوات يمكن أن نعتبرها ضد إسبانيا أو ضد المصالح الإسبانية، وتكون أو يكون المغرب طرفا فيها بطريقة أو بأخرى هنا، أو المغرب يمكن أن نقول هنا إنه سينأى بنفسه عن ربما مشاحنات مثل هذه؟ أظن بأن المغرب لا يدخل في مثل هذه المشاحنات، ولكن يدبر الأمر من منظور العقلانية العسكرية في التدبير الاستراتيجي، أو في التدبير السياسي الاستراتيجي لبناء دفاعه الحيوي في المنطقة. أظن بأن المقاربة الأمريكية الحالية تقوم على تقليل الاعتماد على المراكز الأوروبية التقليدية لصالح شراكات مرنة في الجنوب، وهذا ما لاحظناه منذ السنوات القليلة الماضية، حيث لاحظنا بأن العقل العسكري الأمريكي والبنتاغون يريد أن يتواجد بشكل مرن في هذه المنطقة، ولا يريد أن يكون مرتبطا كلاسيكيا أو تقليديا بالمركز الأوروبي. ثم إن المغرب يقدم نفسه كفاعل مستقر داخل بيئة إقليمية مضطربة، مما يجعله خيارا عمليا في الحسابات الأمريكية، وهذا أيضا ما يقلق الجارة الإسبانية، أو يقلق حتى القارة الأوروبية في هذه المعادلة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي واشنطن هنا لا تستبدل حلفاء كما يشار إلى ذلك، بل تعيد توزيع الوظائف داخل منظومة أمنية متعددة الطبقات، وهذا لصالح المغرب إلى حدود الساعة. وأظن بأن المغرب له دور كبير أن يلعبه في هذه الرؤية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد بأنه من الزاوية الاستراتيجية هذا يعكس انتقالا من منطق القواعد الثابتة إلى منطق الشبكات المتحركة، وهذا في صالح المغرب وفي صالح الرباط على الأقل فيما يخص رؤيتها الجديدة في بناء سياستها الدفاعية منذ السنوات الماضية. كما أن هذا النموذج سيسمح بتقليل الكلفة وتعظيم المرونة العملياتية، وهذا ما يدافع عنه العديد من المسؤولين الامريكيين داخل البنتاغون، حيث يريدون ان تكون هناك مرونه اكثر عمليه بالنسبه لواشنطن في تحركاتها في هذه المنطقه وخاصه غرب المتوسط، ولا يريدون ان يكونوا على ارتباط وطيد مع الاوروبيين الذين لا يسمحوا لهم بمرونه عملياتيه اكثر في هذه المنطقه. واظن بان المغرب فهم ذلك والتقط الاشاره، ويريد ان يدخل في هذه العمليه وان يتموقع سريعا في هذه الرؤيه الجديده لواشنطن. اعتقد بان التقارب مع المغرب هو جزء من إعادة تشكيل أوسع للدور الأمريكي في المتوسط، والرباط فهمت ذلك وتموقعت جيدا وتموقعت من خلال هذه الرؤية، وتريد أن يكون لها دور أكثر استراتيجيا في الرؤية الأمريكية الجديدة في المنطقة. واضح. فيما يتعلق الآن بالعلاقات والتنسيق الإسباني المغربي، نحن أشرنا في المقدمة منذ قليل بأن المغرب وإسبانيا لا يمكن أن نعتبرهما خصمين هنا، ولكن هناك حتى تعاون حتى على المستوى الأمني والاستراتيجي بين البلدين، أو حتى على المستوى التقني في المسائل الحدودية والأمنية وما إلى ذلك. هل باعتقادك هذه الجوانب يمكن أن تتأثر بطريقة أو بأخرى في المستقبل؟ لا أعتقد بأن هذه الجوانب يمكن أن تتأثر في المستقبل، لأن المغرب أو العلاقات المغربية الإسبانية تدرك جيدا بأن التنسيق الثنائي فيما يخص العديد من الملفات تهم وجودهما الحيوي في المنطقة، وبالتالي لا يمكن أن يقوم بقراءة التحركات الأمريكية الجديدة من خلال توازنهما الأمني في المنطقة. أعتقد بأن السؤال الحقيقي ليس هل يقلق إسبانيا، بل كيف تتكيف مع هذا الواقع الجديد. وبالتالي أظن بأن إسبانيا ستتكيف مع الواقع الجديد للرؤية الأمريكية الجديدة دون المساس بالتعاون التقني العملياتي مع الرباط. والسؤال لم يعد يتعلق بوجود قلق إسباني من عدم، بل كيفية إدارة هذا التحول من داخل هذا التحرك الجديد للولايات المتحدة. أعتقد بأن كل المؤشرات تشير إلى أن التقارب الأمريكي المغربي أصبح جزءا من الواقع الاستراتيجي الجديد، وهذا ما يدفع مدريد لأخذ وقت جديد لتحيين ثقافتها العسكرية مع المعطى الجديد للولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. نعم، شكرا، وعذرا على انتهاء وقت. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الريد نت. لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلك جديدا.